هذا الفيديو رح يكون عن طريقة تحضير السحلب، وهو من أكتر المشروبات الشتوية المشهورة والمحبوبة بكتير بلدان. رح يكون بالفيديو فيه تفاصيل مهمة حتى ينجح معاكم السحلب ويطلع من أروع المرات اللي بتعملوه فيها. فتابعوا معي الفيديو للآخر، وإذا عجبكم ادعموا القناة بسبسكرايب وشير. وهلأ خليني أحكي لكم عن المكونات البسيطة اللي بتلزمني لهاي الوصفة. بحتاج للتر من الحليب، عندي معلقة صغيرة مليانة من السحلب، وبدي كمان نص كوب من السكر ومعلقتين من ماء الزهر. هاي هي كل المكونات اللي بتلزمني. حبيت أول إشي أورجيكم السحلب اللي أنا استخدمته، بتلاقوه بأي سوبر ماركت عند قسم البهارات، وممكن كمان تلاقوه بالمحامص أو عند العطار. المهم إنه يكون السحلب خام ما عليه أي إضافات ومش محلى. هلأ أول خطوة وأهم خطوة إنه نخلط السحلب بكمية السكر اللي موجودة عنا. هاي الطريقة بتضمن إنه السحلب يدوب معكم تماما وما يتكتل أبدا. هلأ رح أخلط كل المكونات مع بعض على البارد. الحليب حطيت معه مية الزهر، وهلأ رح أضيف السكر مع السحلب، وبنضل نحرك لحد ما نتأكد إنه السحلب داب معي تماما. حتى بتلاحظوا أنتوا عم بتحركوا إنه هيك بلش قوام الحليب يختلف، مع إنه لساته على البارد وما حطينا على النار. بعدها رح أحطه على النار وبنضلنا نحرك تحريك مستمر لحد ما يغلي. مجرد ما يغلي بتوطوا النار وبتتركوه هيك بس يغلي غلوة غلوتين، وبيكون صار جاهز. هلأ في نقطة كتير مهمة بدي أحكي لكم إياها. مجرد ما تحطوا السحلب على النار ما بنفع نضيف له ولا أي إضافة. الإشي الوحيد اللي ممكن نعدله هو السكر، بس لو ضفتوا أي إشي تاني حتى لو معلقة من مية الزهر مثلا رح يختلف القوام، يبطل ناعم وبصير فيه هيك شوية تكتلات. فأنتوا كل إشي حطوه على البارد والتزموا بالمقادير اللي أنا أعطيتكم إياها، وإن شاء الله ما بيحتاج ولا أي إضافة. هلا أوقات بيسألوا إذا بنقدر نستبدل السحلب بالنشا. السحلب مادة مختلفة من نبتة السحلب، وإذا بدنا نعمله بدون هاي المادة صار مهلبية بطل سحلب. النكهة والقوام اللي بيعطيه السحلب مختلف عن النشا. فهاي هي الطريقة الأصلية، بتمنى تجربوه بنفس المقادير ونفس الطريقة، لأنه عن جد كان كتير زاكي. والحلو إنه بتقدروا تتحكموا بكمية السكر مثل ما أنتوا بدكم. عادة بالمحلات بيكون السحلب كتير حلو. هيك بيكون خلص الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، وشكرا لمتابعتكم. صحة وعافية.